تخيل يا صديقي ان بعد كل اللي عدى ده ان سيدنا يوسف نلاقيه مذكور او انه وارد يكون مذكور في تاريخ الفراعنه. والله يا صديقي ممكن. ليه لا؟ وليه طب تعالى نشوف. عشان في برديات كتبت عن وزير في مصر القديمه انقذ مصر من الهلاك، وكمان كتبت ان في الفتره دي كان في 7 سنين خصبه و7 سنين عجاف. فهم بيقولوا ان ممكن تكون دي قصه سيدنا يوسف عليه السلام. يعني سيدنا يوسف عليه السلام ليه تمثال؟ في الحقيقة الله أعلم، بس يقال إن مومياء الملك يويا وارد تكون المومياء بتاعته هي مومياء سيدنا يوسف، وإن هو تمثال سيدنا يوسف عليه السلام. فليه لأ بقى يا صديقي؟ أقول لك أنا ليه لأ؟ لأن سيدنا يوسف عليه السلام ما كانش ملك. وليه لأ؟ إن سيدنا يوسف عليه السلام اتحط في تابوت واترمى في النهر، ده ديننا بيقول كده. فبص بقى، احنا هنسيب الحكم للناس في الكومنتات. يا ريت كل واحد يشاركنا رأيه، ولو كنت عايز الحلقة كاملة هسيب لك لينك الحلقة في الكومنتات. سلام.